الحكاية كتبدا مع واحد السيد سميتو السي علي، راجل في عمرو 47 سنة، شوفور ديال الرموك. راجل غباري كما تنقولو، كتافو عراض، وجهو باشوش، ومعروف في الحومة بالمعقول. السي علي كان عايش وحيد في دارهم من بعد ما طلق مرتو خديجة هادي 8 شهور. الروتين ديالو كان معروف عند الجيران، كيفيق مع الفجر ل5 الصباح، كيديماري الرموك، كيتوكل على الله، وكيمشي يضرب تمارة في الطرقان باش يصور طرف د الخبز. ولكن في واحد الصباح كحل من سنة 2012 الروتين تهرس. واحد الجار اللي كان موالف يسمع الرموك كيتحرك مع الفجر لاحظ باللي الساعة وصلت ل8 الصباح والرموك باقي واقف قدام الباب. والأغرب من هاد الشي هو صوت تليفون السي علي اللي كان كيصوني بلا انقطاع لداخل في الكراج. الجار بدافع الفضول وحق الجورة قرب من الكراج وبدا كيعيط: السي علي، واش ما خدامش اليوم؟ التليفون كيصوني. والو، لا مجيب. الجار دفع الباب ديال الكراج اللي كان مردود، وتما شاف المنظر اللي غادي يخليه يترعد ويتخطف ليه اللون. السي علي مول القامة والهامة كان ممدود على ظهره وسط الكراج، غارق في واحد البركة كبيرة ديال الدم، وعنقه مدبوح من الوريد للوريد. البوليس، لابيجي، والشرطة العلمية جاو كيجريو لمسرح الجريمة. المعطيات الأولية كانت كتدوخ. طريقة: السي علي تضرب طعنات غادرة في الدار، يعني القاتل جاه من اللور، ومن بعد تكمل عليه بالذبح باش يتأكدوا من الموت ديالو. هادشي كيعني حقد وإصرار. لغز المال: البوليس قلبوا جيوب الضحية، لقاو البسطام ديالو عامر فيه 1500 درهم، ولقاو السوارت الرموك والطوموبيل، يعني القاتل ما سرقش ما هو سهل. الدار المقلوبة: ملي طلعوا للدار الفوق لقاو الدنيا مقلوبة سفالها على علاها، المجورة مجبودين، الفراش مشتت، بحال الا شي حد كان كيقلب على شي حاجة محددة وغالية بزاف، وماشي غير الفلوس تجيب. المحققين بقاو حايرين، شكون هاد العدو اللي غيقتل شوفور درويش بهاد الوحشية؟ سولوا العائلة، سولوا صحابه في الخدمة، كل شيء اجمع على كلمة واحدة: علي راجل طيب، ما عنده عداوة مع حد من الخدمة للدار. الخيط الوحيد اللي كان عندهم هو الماضي ديالو. علي كان مطلق، والطلاق ديالو ما كانش عادي، كان طلاق وراه قنبلة. البوليس عيطوا للطليقة ديالو خديجة سيدة قارية، كانت خدامة في البنكة، وبانت متأثرة ومصدومة في الأول، ولكن ملي زيروها في التحقيق بدات كتعاود قصة زواجها وطلاقها، وهنا بدات الصورة كتوضح، وبدات ريحة الخيانة كتبان. خديجة عاودت ليهم: تزوجنا عن حب، وعاونتو بفلوسي باش نبنيو الدار، ولكن مع الوقت حسيت بالملل، هو ديما في الطريق مع الرموك وانا بوحدي. قررت نكمل قرايتي في الجامعة لافاك، درت آداب إنجليزية، وتما تعرفت على واحد الطالب شاب سميتو هشام كان شاب زوين، كيعرف يهدر، عامل رومانسية، عكس علي اللي كان راجل عملي وخشين شوية. خديجة طاحت في الغلط، بدات كتدخل هشام لدار راجلها فاش كيكون مسافر. الجيران لاحظوا وعلموا السي علي الراجل الذكي والرزين ما تهورش، دار لمرتو فخ، قال لها: عندي سفرية طويلة اليومين. خديجة فرحات وعيطت العاشقة هشام، ولكن علي كان كيتسناهم في الدورة. رجع في الليل، دخل عليهم بالساروت ولقاهم في وضع مخل في بيت نعاسو. نورمالمون أي راجل في بلاصتو كان غادي يرتكب جريمة، ولكن علي كان حكيم، أو هكا كان كيعتقد. عيط البوليس، داوهم. من بعد خير خديجة بين جوج حوايج: يا إما الحبس والفضيحة، يا إما تنازلي لي على الدار كاملة وعلى الفلوس اللي في البنكة اللي كانوا مشاركين في كونت واحد، ونطلقك بالسكات. خديجة باش تحمي مستقبلها المهني قبلات وتنازلات على كل شيء. أما العشيق هشام فدوز 6 شهور ديال الحبس، حيت علي ما تنازلش ليه. دابا ملي وقعت الجريمة هشام يلاه خرج من الحبس هادي شهرين. البوليس قالوا هادي هي، العاشق خرج ينتقم. جابوا هشام، ولكن المفاجأة هشام كان عنده حجة غياب، وحلف باللي ما قربش للسي علي، وباللي باغي غير يبعد من المشاكل حيت ضاع عليه مستقبله في الشرطة. كان باغي يدفع للشرطة وصدق في الحبس. ولكن المحققين لاحظوا شي ارتكاب في الهضرة ديالو وديال خديجة. واش خديجة هي اللي صيفطات شي حد يقتلو
باش ترجع فلوسها، ولا هشام هو اللي رجع يصفي الحساب، ولا كاين طرف ثالث هو المفتاح ديال هاد اللغز؟ كيفاش قدروا البوليس يطيحوا بالمجرم حقيقي؟ وشنا هو السيناريو الشيطاني اللي ترسم باش يتقتل السي علي في قلب الكراج ديالو بلا ما يسمع حد؟ وشكون هو الصديق الخائن اللي باع الماتش؟ البوليس ما تاقوش بالبراءة ديال هشام العاشق، زيروه في التحقيق وواجهوه بتناقضات صغيرة في الهضرة ديالو، وفي الأخير هشام انهار واعترف بالحقيقة المرة. قال لهم إيه أنا اللي قتلته، ولكن ما كنتش بوحدي. هشام عاود لهم باللي ملي خرج من الحبس لقى راسو ضاع، مستقبله تحطم، الحلم ديالو باش يولي بوليسي مشى، والسمعة ديالو تشوهات. مشى عند خديجة العاشقة السابقة، طلب منها تعويض فلوس باش يبدا حياته من جديد، حيث كيعتقد أنها هي السبب في داكشي اللي وقع ليه. خديجة صدماته، ما عندي والو، علي ادالي كل شي، الدار، الفلوس، الذهب، خلاني على الدس. هنا الحقد ديال هشام تحول من خديجة لعلي. قال مع راسو هاد السيد دمر لي حياتي ودا رزق خديجة وعايش مبرع، خاصني نرجع حقي بيدي. هشام ما قدرش ينفذ بوحدو، مشى عند واحد صاحبه انتيم عاود ليه القصة. طبعا زوقها وقال ليه باللي عالي ظالم وواكل ليهم رزقهم، وقنعوه باش يعاونوا يسرقوا عالي. الخطة كانت يدخلوا يسرقوا الفلوس الكتيرة اللي كاينين في الدار حسب ظنهم. هشام كان حافظ التوقيت ديال علي بحكم العلاقة القديمة مع خديجة، عارفوا كيف يفيق مع الفجر. بقاو مراقبينه أيام حتى لداك الصباح المشؤوم. هشام وصاحبه تخباو حدا الكراج قبل الفجر، غير نزل علي حل الكراج ودخل باش يتفقد الرموك. هجموا عليه، نزلوا عليه بزرواته بالراس، طيحوه للأرض. هشام اللي كان قلبه عامر غل ما كفاهش الضرب، جبد سكين وبدا كيطعن فيه في ظهره، ومن بعد ذبحه باش يتأكد أنه مات وما عمره باقي يشهد ضده. هزوا السوارت من جيب الضحية وطلعوا للدار، قلبوها ركنة ركنة، فتشوا الماريوات، السدادر، كانوا كيحلموا بالملايين، ولكن الصدمة ما لقاو والو من غير 1,500,000 15,000 درهم كانت مخبية في واحد البلاكار. هزوا الفلوس وهربوا، مخليين عالي غارق في دمه والتليفون كيصوني، ربما كان شي حد كيعيط ليه باش يمشيوا للخدمة. هشام وصاحبه تحكم عليهم بالمؤبد، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد زائد السرقة الموصوفة. خديجة واخا ما شاركتش في القتل بيدها، ولكن الخيانة ديالها كانت هي الشرارة الأولى اللي شعلت هاد العافية كاملة. خسرت دارها، فلوسها، سمعتها، وتسببت في موت طليقها وضياع مستقبل عشيقها. العبرة يا سادة، الخيانة باب الخراب، معمر الخيانة كتجيب الربح، طريق الحرام قصير ونهايته ديما مأساوية. الستر، علي الله يرحمه ستر مرتو ما فضحهاش، ولكن دار الخير في غير أهله. أحيانا التسامح مع الذئاب كيرجع عليك بالضرر. الطمع، هشام ضيع حياته وشبابه على قبل وهم ديال الفلوس، وصدق قاتل الروح وليو حياته كاملة في الحبس. الله يرحم سي علي ويغفر ليه. شنو رأيكم؟ واش علي دار غلط ملي تنازل خديجة وخلى العشيق يدخل للحبس بوحده؟